مؤتمر شركة أبل لسه خالص من شوي. شركة أبل أعلنت في المؤتمر ده عن 4 آيفون 17، 17 برو، 17 برو ماكس، وال17 اير. بس احنا في الفيديو ده هنتكلم عن ايفون 17 العادي. ايفون 17 العادي نازل بنفس التصميم اللي كان موجود في ايفون 16 اللي نزل السنة اللي عدت، وهو برضه نفس التصميم اللي موجود من الواجهة الأمامية. شركة أبل بتسميها ايه؟ اللي هي الدايناميك ايلاند. فمن حيث الشكل والتصميم مفيش تطور كبير بالمقارنة مع الجيل اللي عدى، وده عامة شيء عادي جدا عند شركة أبل ان هي ما بتغيرش التصميم بشكل دائم. طيب ايه بقى الجديد؟ اخيرا ال17 العادي نازل بشاشة 120 هرتز، ودي عامة حاجة عادية جدا ان هنا في مصر بنشوف موبايلات ب 7000 جنيه بشاشة 120 هرتز. بس عامة كويس جدا ان اخيرا شركة ابل حطت في النسخة العادية شاشة 120 هرتز. معالج ال17 العادي وهو ال A19 بايونيك. المعالج ده من اقوى المعالجات اللي موجودة في الوقت الحالي في العالم. الموبايل ده زي ما قلت لكم جاي بكاميرتين، كاميرا اساسية 48 ميجا بكسل والكاميرا التانية 12 ميجا بكسل. اخيرا بطارية الموبايل ده 3600 ملي امبير تقريبا. سعر الموبايل ده الرسمي لاقل نسخة هيكون 800 دولار. اتمنى تقول لي رايك تحت في الكومنتات في الموبايل ده. هل في تطور بالمقارنة مع ايفون 16 اللي نزل السنة اللي عدت، ولا كلها تغيرات بسيطة وملهاش اي لازمة؟